حبيت أسوي معاكم كيكة عملتها لعيد ميلادي. رغم بساطتها إلا إنه طعمها مرة كان لذيذ. يعني أحيانا نشتري من برا الكيك مثلا يكون عجينة السكر تكون مرة حالية، الزبدة فيها مرة قوية. فهذه الكيكة مرة سهلة، انتوا حتسووها وحتحطوا فيها الأشياء اللي انتوا تبغوها وحتاكلوها كلها وما حتكون ثقيلة عليكم. ويلا نشوف الطريقة سوا. سويت أسهل كيكة شوكولاتة. حطيت هنا السكر وأضفت عليها 3 حبات بيض وخفقتهم تقريبا مدة 10 دقايق لربع ساعة، يعني ألين ما اللون يفتح ويذوب السكر تماما. بعد كده حنكمل عليها. بعد كده أضفت عليها نص كوب من الزيت وأضفت عليها الحليب بالتدريج. عندي هنا المكونات الجافة كلها على جنب. عندي الدقيق والشوكولاتة والبيكنج باودر. طبعا هنا نخلتهم مرة كويس عشان لما أنخل المكونات الجافة الكيكة حتطلع معايا ناعمة وحتطلع بدون أي تكتلات. بعد كده حطيت كل المكونات الجافة على الخليط تقريبا دقيقتين. هذا هو القوام المطلوب للكيكة. بعد كده صبيتها في صينيتين مدهونة بالزيت وحطيت عليها ورق الزبدة. دقيتها عشان تفرغ الهواء اللي جوتها، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 من تحت. هتاخد معاكم من 20 دقيقة لنص ساعة على حسب الفرن اللي عندكم. لصوص الشوكولاتة استخدمت ظرفين من الدريم ويب، أضفت عليهم ظرفين من النسكافيه 3 في 1 وربع كوب شوكولاتة بودرة ونص كوب من الحليب أضفته بالتدريج. واخر شيء استخدمت الشوكولات شيبس. استخدمت انا هنا نوع بلجيكي مرة حلو، تقدروا تسخنوه بالميكروويف او بالبخار، وحطيته وبكده الصوص صار معانا جاهز. استخدمت شوكولاتة جاهزة للحشوة، تقدروا تستخدموا اي نوع انتوا تفضلوه وكثروا زي ما تبغوا. وبعد كده حطيت الكيكة وحطيت فوقها الخلطة اللي عملناها للشوكولاتة، وبعد كده زينتها. طبعا زينتها هنا بالمالتيزرز، أنا مرة يعجبني المالتيزر، وحطيت عليها التوت ورشيت عليها من الفليك. آخر شي زينتها بصوص الشوكولاتة اللي عملناه، وبكده صارت الكيكة جاهزة. وبكده احتفلنا بكيكتي. رغم بساطتها إلا أنها ملغمة بالشوكولاتة، يعني الحشوة والكيكة نفسها التزيين والخلطة كله شوكولاتة بشوكولاتة. وما يحلى الحلا إلا بالقهوة. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك في قناتي إذا لسه ما اشتركتوا. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.